فهنبدأ حلقتنا النهارده بالمتحف المصري الكبير. مش متحف تقليدي زي المتاحف الموجودة، لأنه هيكون صرح ثقافي. هو ايه الحالة اللي الناس بتتكلم عليها دي؟ هو انا كمواطن هيعود عليا بايه لما الدولة تفتح متحف؟ إن هو مدخل للتعاون الدولي. بتشوف التراث المصري فين من هذه المعايير؟ بص، قارن مصر بأسبانيا ولا فرنسا. يعني مش معقول أن البلاد ديت اللي هي ما عندهاش الزخم من التراث والآثار والتاريخ والحضارة بتاعتك وبتعمل فلوس أكتر منك بمراحل. ففي سر. ايه سر الاستمرارية؟ خلينا نرجع يعني لكلام حضرتك دقيقتين ثلاثة لورا، واحنا بنعرف اركان المربع الذهبي بالنسبة لنا في فهم التاريخ المصري وحضارته واشكالياته. حضرتك ذكرت كلمة الهوية، وانه تعاقب على تاريخ مصر حضارات كتيرة متنوعة ومختلفة، ورغم ذلك استمرت مصر ليها هوية خاصة متفردة ما تأثرتش بتلك الحضارات. التفسير سيادتك لده ايه؟ بص، هي مصر وصلت لنوع من الحضارة استمر زي ما قلنا مدة طويلة جدا وترسخ في وجدان المجتمع، ولم يقتصر على رجال السياسة ورجال الدين. وده سر استمراريته كمان، انك انت مهما غيرت نظام الحكم وحتى لو كانوا أجانب، ومهما غيرت المظهر بتاع العقيدة، فالجوهر بتاع الحضارة المصرية محفوظ في وجدان الشعب المصري بيستمر. وده اللي اداها الهوية، لأن أنت هويتك مبنية على مجتمع مبني على التسامح، مبني على التعاون، مبني على فكرة الخير، مبني على إن في نظام فلك ومنظم وسيله. ده كلام مصري قديم. ها؟ و... فكل الأدبيات اللي هي بتعمل الإنسان المصري هي اللي بتعمله، وما زالت هي اللي بتعمله، بغض النظر هو ديانته إيه ولا لغته إيه. وده الحاجة اللي لازم نركز عليها هنا. الهوية مش عادات وتقاليد ظاهرية، لا، هي مخزون حضاري اللي انت بتمرره او الاسره المصريه بتمرره من جيل لجيل، وخاصه في الريف، لان معظم المصريين ريفيين. فهذه الحضاره اللي احنا يمكن نفتكر انها حضاره ملوك وحضاره فراعنه عظام، هي الحقيقه حضاره شعب فلاحي مزارع، وبيحب السلام وبيحب الامان وبيحب النكت وبيحب الغنى وبيحب الفرح وبيحب البهجه. صح. هو دي الهويه. صحيح. وده اللي مستمر معانا لحد دلوقتي. ولازم نستمر، وده اللي بينقذنا في كل أزمة عايز بنمر بيها. تمام. كل الناس عارفة إن الآثار حفاير عشان ندور على دهب، بس الناس لازم تعرف إنه علم الآثار يمكن في آخر 30 سنة أو 40 سنة تحديدا عالميا بدأ يندمج مع العلوم الطبيعة ومع العلوم الأخرى، وده أعاد تفسير بعض الظواهر وبعض المواقف التاريخية في السرديات عموما يمكن على مستوى العالم وعلى مصر. وأنا هنا بتكلم بقى عن تخصص المحبب للدكتور فكري حسن، وهو الجيو أركيولوجيا أو تداخل الجيولوجيا مع علم الآثار. لما نحكي لحد على كده هيقول لك إيه اللي جاب ده لده، فاحنا عايزين نعرف بقى إيه اللي جاب ده لده. هي الحقيقة البداية لازم ترجع زي ما أنت قلت، اللي هو الاهتمام بالعلوم الطبيعية وعلاقتها بالآثار. وده هي بدأ من أكتر من 50 سنة، وبدأ إن هم كانوا عشان بدأت بمشكلة ظهور الزراعة. فعشان يبدأ ظهور الزراعة كان لازم يعرف السلالات بتاعت النباتات وسلالات الحيوانات، فبدأوا يستعينوا بأساتذة في هذه العلوم عشان يعرف له إيه نوع العظام بتاعت الحيوان أو الحبوب ديت حبوب إيه وهكذا. ده في أوروبا وأمريكا. في أوروبا وأمريكا. بس هي أمريكا كانت اللي الأولى في هذا المجال، لأن معظم الاهتمام في أوروبا كان بالآثار نفسها وكذا. إنما الأمريكان عشان كده خلوا الأركيولوجي أو علم الآثار جزء من الأنثروبولوجي. ودي نقلة مهمة جدا جدا، وأعتقد من غيرها ما كنتش هقدر ألقى الشخص اللي أنا بقيته في العلوم. لأن الأنثروبولوجيا هي علم الحضارة. ده احنا هو الحضارة أجمل حاجة، لأن من الحضارة فيها تاريخ، فيها آثار، وفيها تراث، لأنه عايزين ترتيب. فالحضارة هي اللي بتفرز تاريخ، وهي اللي بتفرز آثار،
والحضارة هي بتبقى التراث اللي بتنتمي إليه. تمام. هم علشان بدايات اهتمامهم بالآثار كانت لوجود السكان الأصليين، فكانوا السكان الأصليين لسه عايشين، فكانت شايف علاقة الأثر بالناس، فقال لك طيب لما أجي بدرس آثار قديمة والناس مش موجودين لازم أبص لها برضه من وجهة نظر الناس، أشوف الناس دي كانت عايشة إزاي، بتسكن فين، بتاكل إيه، بتسيب إيه، وهكذا. فده بدأ يهتم، وعن طريق ده بدأوا بقى يجيبوا علماء مساعدين، ولكن ما كانش فيه دمج يعني عالم الآثار ما كانش بيبص بنظرة عالم الجيولوجيا أو عالم الزراعة أو عالم البيولوجيا. لما أنا رحت أمريكا وبدأت أدرس، فأنا طبعا جاي من خلفية علمية، دارس جيولوجيا وكيمياء، بس أنا كنت شايف إن هم بيستخدموا الجيولوجي إن هو يوصف له المكان جيولوجيا وخلاص. أنا قلت لا، إن هو لازم عالم الآثار يفكر كجيولوجي. بمعنى ايه؟ ان احنا لما بنشوف ظاهرة جيولوجية بنحاول نفسرها، في سبب ليها. غير كده ان لما نتكلم على اي مجتمع، والمجتمع ده عايش في بيئة، والبيئة دي بتأثر عليها العمليات الجيولوجية، زي مثلا هو اخرنا مصر، يعني ده المثال الواضح خالص. ازاي انا افهم مصر من غير ما افهم النيل؟ بالظبط. يعني مش ممكن. وده اللي انا عملته يعني في الكارير بتاعي، ان انا بدات كجيولوجي ان انا ابص ازاي افهم تغيير المناخ بتاثيره على الفيضانات، وبالتالي تاثير الفيضانات على الحضاره المصريه، وبالتالي بنعمل طرح جديد جدا للحضاره المصريه. مش بس ان هو الاشوريين جم والاشوريين راحوا والهكسوس جم والهكسوس راحوا، ولكن المشكله اللي العالم بيعاني منها دلوقتي احنا بنقدر نواجهها. تغير المناخ. طب تغير الحضاره المصريه عملت ايه تغير المناخ؟ اولا تغير المناخ كان هو المسؤول عن ظهور الافكار الجوهريه بتاعت الاستقرار لمصر. يعني انا ربطنا الفلسفه بالجيولوجيا، لانه لما جم في وادي النيل واستقروا وعملوا الزراعه، ايه اللي واجههم؟ تقلبات الفيضان. يعني بين يوم وليله جايز ما تلاقيش القوت بتاعك، لان يا اما النيل اتحرك، يا اما الميه قلت، يا اما الميه زادت، وبالتالي ففي مخاطر بيئيه. المخاطر البيئيه دي هتتغلب عليها ازاي؟ حاجتين: يا اما انك انت تتعاون مع جيرانك، ولما انت يكون عندك حاجه ناقصه تتعاون معاهم زي ما الناس بتعمل مع الجيران، او انك انت تتخانق معاهم وتحاول تاخد منهم الحاجات اللي عندهم. طبعا في النهايه الخناق دوت مش هيؤدي النتيجه، هيؤدي لضرر الاثنين، لانك انت بتتكلم على المدى الطويل. فعلى المدى الطويل هيبقى فيه تعاون، وهذا التعاون هيكون مبني كمان على فكرة ان الدنيا هتبقى دايما احسن. لانك انت لو توقعت ان خلاص الفيضان ده هو اخر حاجة هتيأس، هتسيب الدنيا وتمشي وتسيب الغيطان وترجع تاني يعمل اي حاجة تانية. ففكرة الامل كانت مبنية ان فعلا الشمس بتطلع كل يوم، وان بعد فترة من الفيضانات الكويسة بيجي النيل يبقى كويس. وبالتالي دي العلاقة ده ما عرفناهوش إلا لما بصينا على النيل، لأن الناس مصر هيبة النيل. يعني إيه؟ يعني بيرموا الحبوب وتطلع وخلاص، كلام فارغ. لأن مصر هيبة المصريين التفاعل مع النيل والتقلبات اللي هي فيه. كلام حضرتك مهم جدا. يعني كلمة تغير المناخ والأزمة المناخية دي مش قضية للعصر الحالي، ده عانى منها الإنسان المصري في الحضارة المصرية القديمة. طيب، إيه الدلائل اللي حضرتك شفتها في المواقع العديدة اللي حضرتك اشتغلت فيها، سواء في الفيوم أو صحاري مصر، اللي نقدر نستشهد بيها إن كان في تغير مناخي عنيف أثر على نشاط الإنسان وتفاعله مع البيئة بتاعته؟ الحقيقة طبعا هو تغيير المناخ موضوع شاغل العالم كله، والناس يمكن تفتكر ان دي حاجه طارئه، انما وكان في ناس بتقول لك احنا عايزين نوقف تغيير المناخ. مفيش حاجه اسمها نوقف تغيير المناخ. تغيير المناخ ده جزء من النظام بتاع الارض، ومن ملايين السنين، بالعكس من اكثر من ملايين السنين كان في تغيير مناخ. وظهور الزراعه نفسها كان مربوط بتغيير مناخي، وان الناس جات من الصحراء الغربيه ومن الشام وغيرها وجم لمصر في عصور ما قبل التاريخ، كان نتيجة لتغيير مناخي. تغيير مناخي حاد حصل
من 8200 سنة. يا طبعا ده بالعكس، هو مش جم مصر بس، ده راحوا كل العالم. يعني كانت هجرة كبيرة جدا من المناطق اللي فيها الزراعة إلى بقية العالم. الزراعة ما دخلتش أوروبا، ما دخلتش أفريقيا، ما دخلتش آسيا إلا بعد ده، لأن الناس ما قدرتش تعيش في الأماكن اللي كانوا فيها، فبدأوا يهاجروا لأماكن تانية. غير كده إنه هو المهم كمان إن إزاي الناس بتتلاعب بتغيير المناخ. يعني لازم الأول نقر إن في تغيير مناخ وله أسباب طبيعية، ولكن طبعا بيتفاقم لما الإنسان بيتدخل زي تغيير المناخ الحالي ده، على بالإضافة للتغيير الطبيعي اللي بيحصل. تغيير المناخ بيبقى له تأثير على الموارد الطبيعية، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة. يعني تغيير المناخ هيأثر على النيل، والنيل هيأثر على إنتاج الزراعة. فأنا عشان كده أول ما بدأت قلت طيب إحنا هنعرف. يعني أنا دلوقتي لما بشتغل جيولوجيا فما أقدرش أبين التغيير إلا من خلال آلاف أو مئات السنين، إنما ما أقدرش أشوفه من خلال عشرات السنين ولا من سنة لسنة. فهنا بقى هنمزج برضو بين التاريخ والجيولوجيا والآثار والحضارة. ليه؟ لأن احنا عندنا مياس النيل، ومياس النيل ده العرب لما جم سجلوا من القرن السابع ميلادي لغاية ما بدأت الفضلات نتحكم فيها. عندنا سجل. هذا السجل مربوط بإيه؟ مربوط لأن المصريين كانوا بيسجلوا الحمض الأخضر للفيضان، وبيسجلوا الحمض الأدنى أيام التحرير. أنا عندي قياسين في السنة لمدة طويلة جدا مش متوفرة في أي حتة تانية في العالم. أنا أخذت هذا السجل. السجل ده مكتوب يا دكتور؟ السجل مكتوب، بس طبعا محفوظ فين؟ محفوظ الكتب. وفي واحد اسمه عمر توصل، الأمير عمر توصل، كان بيشغل ناس معاه وجمع ده في كتاب مهم جدا. وهي عندنا واحد تاني اسمه غالب برضو كان مجمعها. ناس وظيفتها ان هي تاخد القرايه مرتين في السنه عشان نقيس منسوب ميه النيل. بالظبط. طبعا انت عندنا قياسات من ايام القدماء المصريين، اول قياسات كانت موجوده، ولكن اللي هو موجود له بصوره غير منقطعه وبلغه عربيه هو ده. لكن طبعا كان في مشكله، لان هو المقياس ما كانش ثابت، وكان في تغيير نتيجه لان القاع بتاعه كان بيتغير، وكان معمول بالدراع. فانا صححت دوت لان هو يبقى بالمتر بالنسبه لمستوى سطح البحر. وعملنا دراسات إحصائية ونشرت الحقيقة أول دراسة كانت على النيل وعلاقته بالمناخ في ساينس في 81. يعني تخيل إحنا سنة 81 بنتكلم على دراسة عن تغيير المناخ وعلاقته بالفيضانات وعلاقتها. فطلعنا بقى إن هو كل 300 سنة عندك مرحلة مختلفة عن المرحلة اللي قبليها، وداخل ال 300 سنة في مراحل من 30 ل 60 سنة بيكون فيها فترة مختلفة. وبعدين اكتشفنا بقى ان في بالاضافه للتغيير بتاع المتوسط تغيير في الفيضانات المدمره. يعني ايه نسبه الفيضانات المدمره في خلال حياتك؟ خلال 20 سنه هتشوف كام فيضان مدمر، يا اما فيضان عالي جدا جدا يا اما فيضان شحيح جدا جدا. وعلى دوت قدرنا نعرف ان هو النيل مش بالصورة اللي بتترسم دايما ان هو كل سنة بيجي في ميعاده. ما بيجيش في ميعاده في ايام كتيرة جدا، واحيانا بيجي ويقعد مدة طويلة يغرق الارض، واحيانا ما يقعدش. واحيانا يجي مش مجرد ان هو كمان حجم الفضاء والرواسب اللي بيشيلها، فمش بس بيأثر على كمية المية اللي احنا محتاجها للزراعة، لا ده بيأثر على المجرى. وهنا ما بتخش جيولوجيا، بتحول الكمية بتاعة الفيضان إلى سلوك للنهر في السهل الفيضي. فتلاقي إن النيل بيتحرك، فطول الوقت النيل بيتحرك من ضفة للضفة التانية. ولما يعمل كده أنت هتلاقي إن الحقل بتاعك اللي كان جنب المية بقى بعيد عنها، وواحد كان بعيد بقى جنبيها، وبالتالي في تغيرات طول الوقت من سنة لسنة. وطبعا التغيرات دي بتأثر على نشاط الإنسان اللي عايش مع التغيرات دي. طبعا ما انت الغيط اللي انت بتاكل منه بالظبط، ما جايز ما تلاقيهوش السنة اللي بعديها، هتعمل ايه؟
فده عشان كده أهمية الحاجات دي، غير طبعا تغيير الطقس نفسه بالنسبة للحر وبالنسبة للبرودة، تأثير على المحاصيل والحاجات دي كلها، ففي تأثير أساسي يعني. فالشغل اللي أنا عملته طبعا في الصحراء باين، يعني اشتغلنا مثلا في الفرافرة وبينا إزاي إن كان في أمطار موجودة من مثلا 10,000 سنة لغاية 5,000 سنة، كانت المنطقة فيها أمطار وكان في بحيرات والناس كانت عايشة لها البحيرات لغاية جفت. وبعدين بيفسر ده حاجات كتيرة جدا ليه في نفس الوقت اللي هو بيحصل فيه الجفاف في الصحراء بيبقوا ظهروا في وادي في وادي النيل. وبالتالي يبقى في سبب لوجودهم، ولما بيجوا وادي النيل بيقابلوا مشاكل الجيولوجية وتستمر. بس أهمية الجيولوجيا مش مجرد اللي احنا سميناها بقى جيو اركيولوجي أو جيولوجيا الآثار، هو فرع ما كانش موجود قبل ما بدأت أنا واثنين ثلاثة في أمريكا أعمله، نتيجة زي ما قلت خلفية أنا في الجيولوجيا وبتاع الآثار، بس هو كمان إزاي أعرف المواد دي أصلها إيه. يعني أنا في مقبرة من المقابر اللي في منطقة نقادة لقينا في معدن الجلينة اللي هو معدن الرصاص اللي هو كان بيستخدموه زي الكحل. فعملنا دراسات على النظائر المشعة بتاعته وعرفنا المنجم اللي جاي منه في البحر الأحمر. يعني كان بيروح البحر الأحمر يستخلص الماتيريال دي أو المواد؟ لا، هو كان بيتاجر مع ناس من البحر الأحمر، هيديله شعير ولا يديله قمح والتاني يديله معادن زي البدو اللي موجودين بيتعاملوا معاهم. وده بيبين لنا كمان ازاي احنا لقينا الرسوم بتاعه ما قبل التاريخ اللي موجوده في وادي النيل زي المراكب موجوده مرسومه في الصحراء. طب ما عندوش مراكب في الصحراء، دليل ان كانت في علاقات وثيقه. فانت بتربط كل الحاجات دي مع بعضها بحيث تأدي صوره. طبعا غير كده كان معانا اساتذه نبات حللوا، طلعنا ان في قمح وشعير كان موجود لان الحبوب كانت متفحمه. مش بس ده، احنا طلعنا نسبه القمح للشعير، طلع ان محصول الشعير كان ضعف محصول القمح، مع ان انت تفتكر الناس كانت تحب القمح اكتر. صح. لا، لان الشعير بيقاوم الملوحه وشحه الميه اكتر من القمح. كل المعلومات دي كان بدايتها الفحص الجيولوجي. بالظبط. طب احنا عشان نوضح للناس حتى يعني بعض زي ما قلت لحضرتك يمكن المتخصصين برضو يعتبر المجال ده بالنسبه لهم جديد. حضرتك ذكرت دلوقتي كلمه البحيرات الجافه. انا اتخيل كده ان حضرتك خدت التيم بتاع حضرتك طاقم الباحثين ورحتوا عشان تشوفوا البحيره الجافه دلوقتي شكلها بيبقى عامل ازاي دلوقتي عشان الناس تبقى متخيله الشكل قبل التحاليل وقبل الفحوصات وقبل التعامل مع التربه، بيبقى شكل الموقع عامل ازاي؟ هو ده الحقيقه واجهني اول ما رحت سيوه، لان اول شغلي في الصحراء كان في سيوه. ولما رحنا هناك لقينا ان في مناطق فيها تربه طينيه في سيوه. ففي الصحراء المفروض تتوقع في رمل او صخور، ما تتوقعش تربه طينيه. التربه الطينيه دي كمان طين بيبقى مش زي طين النيل الاسمر، بيبقى طين جاي من مناطق فيها احجار جيريه وكده، فبيصفر شويه، ده زي الصلصال. فبتلاقي تربه صلصاليه موجوده وعلى مساحات كبيره، مغطيه مساحات كبيره، وبعدين بتلاقي معاها بقى العدد الحجريه اللي هم كانوا عايشين فيها، ونلاقي كمان بقايا البيوت. يعني في الفرافره لقينا بقايا البيوت اللي الناس كانت عايشه فيها، طبعا من الطوب اللبن. لا ده كان حجاره، ده مفيش طوب لبن وقتها خالص. كان بيعمل اساس البيت من الحجاره وبعدين بيجيب فروع الشجر ويعملوا كاكوخ يعني لكن الاساس بتاعه كان من الحجاره لانه في منطقه بالنسبه لنا هي صحراء دلوقتي. لكن بالنسبه له ولقينا الحاجات دي موجوده على حافه البحيرات، ولقينا لما يعني هو طبعا قاعد على الحافه، لكن احيانا البحيره بتبقى عاليه فتروح مغطياها. فاحنا لقينا التبادل، لان احنا بندرس كمان دي حاجه من حاجات الجيولوجيا المهمه جدا، انك انت بتدرس طبقات الارض في الموقع. فانا بقدر احدد ان كان هنا بحيره وبعدين نشفت واي ناس جم وبعدين رجعوا تاني بعدين نشفت وهكذا، وبعدين لو في عواصف ترابيه هلاقي الرمل موجود، وبالتالي اقدر احدد كل تغييرات المناخ من متر من الرواسب اللي الناس ممكن توصلها انها شويه رمله ما فيهاش حاجه، فنطلع منها. طبعا احنا بنستخدم حاجه تانية مهمه جدا اللي هي الكربون المشع، لان احنا بنعرف العمر ازاي؟ بنأرخه بالكربون المشع، نلاقي فحم، نلاقي نباتات، ودي بتحتفظ بنسبة معينة من الكربون اللي هو
نسبته في الجو ثابته وبيتحلل، ونقدر نحدد العمر منها وبالتالي نقدر نعرف. طبعا. والدكتور فكري بيتكلم، احنا بنعرض على الشاشه صور للحاجات اللي تتقال عشان ما يبانش ان الموضوع معقد. يعني انا بقول لحضرتك انه حتى بالنسبه لنا احنا كاثريين يبدو الموضوع في دراسته معقد، مش اي حد يقدر يتمرس لا عليه. احنا دراسه ما قبل التاريخ صعبه جدا، لان هي ما عندكش حاجه. يعني اللي بيدرس اثار مصريه سهل، عنده دوكيمنت، عنده معبد، انما انت بتطلع الصحراء وما فيش حاجه خالص. فانت يعني انا بمناسبه الجيولوجيا دي اقول لك على حاجه تانية احنا عملناها وما كانش حد بيعملها خالص قبل كده. يبقى احنا نفرض التراب اللي في الموقع واطلع منه، لو ما عنديش اي اثار موجوده، ما عنديش ولا حجاره ولا عدد ولا اي حاجه تانية، واقول لك هم كانوا بياكلوا فين وبيناموا فين من التراب. ليه؟ لان التراب بيبقى فيه البقايا الصغيره. يعني انت لو تاكل، لو في فتات من العيش، طب ما هيبقى ارضيه طينيه هيبقى فيها شويه عظم مكسرين، بتعمل آلة حجريه هيبقى فيه فتات صخري موجود، كل ده انت مش هتشيله بالظبط. فهيقع. وبالتالي لو انا لقيت منطقه فيها الشظايا مقطع اللي هو كان بيصنع فيها هعرف ده كان مكان التصنيع، الشظايا الحجريه، الادوات لو الحجريه. لقيت مكان تاني ولقيت فيها شويه فحم ولقيت فيها عظم محروق، يبقى هو كان يبقى ده معسكر هنا. وده مفيش اي حاجه على السطح. وده اللي انا عملته. يعني اخدت الموقع اللي انا كنت بشتغل عليه في نقاده وعملنا مربعات، وجوه كل مربع اخذنا عينه. وفي المعسكر اللي احنا عاملينه، طبعا احنا عايشين في معسكرات في وسط الصحراء يعني، وعملت معمل بحيث ان العينه بتطلع عند الفريق بيقدر يفصل الحاجات اللي هي مش عايزينها، وبيقدر يفصلها بالايد، يشوف ده فحم قد ايه وعظم قد ايه وعنده الميزان، وبعدين نعمل خريطه للمنطقه تبين لي الناس كانت عايشه ازاي. يعني كل ذره تراب في مصر وراها معلومه ما سميناه مايكرو اركيولوجي. مايكرو اركيولوجي هو علم الاثار الدقيقه. فده برضه حاجه من اضافات. غير كده ان احنا التراب ده كمان، واحنا في الموقع جبت جهاز لتحليل الفوسفات، بحيث انا باخد العينه واحلل الفوسفات. ليه الفوسفات؟ لان لما انت بتاكل مواد عضويه هتبقى غنيه في الفوسفات، فالبقايا اللي انت بقايا المعيشه هتخلي الارض عاليه في الفوسفات. فعشان اعرف المكان اللي هما كانوا عايشين فيه وعملت خريطه للمنطقه، هيبان المناطق اللي فيها فوسفات كبير. لان انا ممكن تبص على السطح ما عندكش اي حاجه، ده غالي. بالظبط. فلما خدت عينات هيبين لك المنطقه اللي هم كانوا عايشين فيها بزياده الفوسفات اللي كانوا. فالمنطقه اللي فيها تمركز اكتر بلاقي مثلا نسبه الفوسفات فيها واضحه في التحاليل، فاعرف ان هنا كان بتاع تعرف. وبعدين تبدا تعمل حفره مبدئيه، هتلاقي بقى الحاجات اللي هي تحت السطح مش باينه خالص. اعتقد يا دكتور ان الحاجات دي اسف يعني العلوم دي والنظريات وطريقه الفحص دي بتخلي علم الاثار اكثر تشويقا. طبعا ده لسه هقول لك ان هو يعني بتبقى حاجه مدهشه انك انت تعرف الحيوانات كان عايشه فين، الزريبه فين وبتاع، من لا شيء. من لا شيء فعلا من لا شيء. من لا شيء. انك بتبقى. انا عايز ارجع للجيولوجيا تاني والنيل، وبفتكر هنا انه دايما في ناس بتقول ان مصر مش هبة النيل، ان مصر هبة النيل والمصريين. ودايما بيبقى قدام عينيا في اللحظة دي قراءات وكتابات العظيم دكتور جمال حمدان. يمكن في كتاب شخصية مصر دكتور جمال حمدان استخدم مصطلح رهيب جدا يقدر يفسر لي برضو استمراريتنا احنا كمصريين وعلاقتنا بالنيل، وهي كلمة الاستجابة الحضارية. ويمكن قال انه في دول تانية فيها انهار، واستشهد بانهار امريكا الجنوبيه، ولكن الاستجابه الحضاريه من الانسان اللي عاش على ضفاف النهر هناك غير الاستجابه الحضاريه للمصري هنا. العلاقه ما بين المصري والنيل تأصلت في الفترة طبعا اللي حضرتك بتقول عليها من ما قبل التاريخ، وازاي كان قادر يشوف الفيضان ويتابعه وده بيأثر على البيئة. فبتشوف ده ازاي مكمل معانا حتى لحد دلوقتي؟ لا انا عندي وجهة نظر تانية الحقيقة. انا شايف ان اولا مفهوم الاستجابة الحضارية ده بتاع توينبي، بتاع ارنولد توينبي. تمام. هو تشالنج ريسبونس، ان هو الانفايرمنت بيعمل تحدي. وبالتالي انا يعني الناس بتعيش في المكان حسب
الظروف اللي موجوده تتفاعل معها. العالم معلش اسمه تاني، هو ده اول ما استخدم لفظ الاستجابه الحضوريه. هو ده اللي هو اللي عمل علم الحضارات اساسا، هو اللي مصر عامل موسوعه. يعني الدكتور جمال نقل الاسم ونقله لينا باللغه العربيه مثلا. لا هو نقل حاجات تانية كتيرة طبعا، كلمة عبقرية مصر والحاجات دي وكده، وله إسهامات مهمة جدا أكيد طبعا في المجال ده طبعا. ولكن مصر تميزت ب على غير أماكن تانية، أنهار تانية طبعا، حضارات تانية ظهرت على حضارات. عندك العراق بالظبط، عندك الهند، عندك الصين، كل الحضارات الكبرى ظهرت على أنهار كبرى في الأول قبل ما تحول. قبل كده كان عندك ناس عايشين على أنهار صغيرة وكانوا عايشين جنب ينابيع مية، وده ما يؤديش إلى حضارة. دي هنرجع تاني إنه لازم مجتمع وأعداد كبيرة ومستمرة لأن عندك حضارة. فده ما حصلش إلا لما اتنقلت من زراعة بسيطة إلى مجتمع زراعي نهري. وبرضو بعض الناس تفتكر إن إحنا زي ما اتقال إن ده مجتمع هيدروليكي، دي برضو فكرة شائعة. دي فكرة واحد اسمه الفوجل. مجتمع هيدروليكي يعني مجتمع قائم على المصادر المية؟ لا، مجتمع على منشآت مائية، منشآت للري، مش مصادر، منشآت. تمام. ليه؟ لأنه بيقول لك مش ممكن حضارة عظيمة تبقى زي دي غير لما يبقى عندنا منشآت مائية زي السجود والقناطر، وده ما ينفعش إلا إذا كان عندنا حاكم. وبالتالي يبقى الدولة هي نشأت علشان تنظم الري. طبعا أنا بفتكر ده كله كلام فارغ، لأن لا يوجد عندنا أي دليل على مشروع هيدروليكي في مصر إلا في الدولة الوسطى بعد ما حصلت فيضانات النيل الشحيحة، ودي ما استمرتش وما ظهرتش غير لأيام محمد علي. يعني الرومان برضو حاولوا يعملوها تاني وبرضو ما قعدتش مدة طويلة، واللي نفع في الآخر مع العلوم الحديثة والتكنولوجيا الحديثة هو محمد علي، اللي هي القناطر. وعمل حاجات كتير. انا طبعا حضرتك ده برضو كان عشان الناس تبقى عارفه ان ده برضو بسبب الجيولوجيا. التفسير اللي واضح في التاريخ مصر كلها كنا بندرس ان العصر الانتقالي الاول حصلت ثوره بسبب المجاعه. طب يا جماعه ما المجاعه دي حصلت ليه؟ انا ده بقى عرفته من كتابات حضرتك انه ده اللي اثبتناه من الفيوم. بالظبط، طريق الفيوم معانا الدكتور محمد حمدان جامعه القاهره، وكان معانا بعثه يابانيه ودرسنا الفيوم وطلعنا بالدليل القاطع ان الوقت ده كان احنا اثبتناها ان عندنا شحه في المياه. وطلع بعد كده ان ده في العالم كله من 2200 قبل الميلاد، يعني من 4200 سنه كان في حدث عالمي في تغيير المناخ، احنا كنا جزء منه. يعني ده كان حدث عالمي مش ما كانش محلي. وده بيأكد اللي احنا لقيناه، لان انا جايز لقيت حاجه، طب ما هو جايز كده يعني انا اكد زي. فلما تبص في ايسلند وتطلع نفس الشواهد زي موجوده عندك، طبعا ده دليل قوي جدا ان احنا وصلنا له في الفيوم. وبعدين دراسات بعد كده كتيره اثبتت ان احنا صح. الاستجابه بقى اللي بنقول عليها هنا انه في الدوله الوسطى فطن المصري لأهمية إنه يبقى لازم فيه منشآت مائية عشان يواجه الأزمة، والأزمة ما تخليهوش يتعرض لأزمة اقتصادية وسياسية في البلد زي ما حصل في الانتقال الأول. سليم؟ هو اللي حصل إيه؟ إن هو في فترة الانتقال الأول في منطقة اللي هي أهناسيا، أيوة، اللي هي على بحر يوسف جنب منخفض الفيوم. فلما الدنيا شحت هم كان عندهم فرصة أحسن لأنه كان جنب المنخفض، والمكون هيبقى فيه لسه شوية مية والحيوانات هتيجي والزرع والحاجات. ولكن كمان فطنوا هم دول برضو دورهم مجهول، ودول من أهم الملوك بتوع مصر، ملوك أهناسيا اللي هي سموها بعد كده مين؟ هيراكليبوليس. لا مش اللي موجودة في إدفو. anyway فهي أهناسيا اللي هي كان لها أهمية بعد كده في العصر اليوناني الروماني. بالظبط. دول فطنوا أول حاجة لأنه المية شحت، إن هو يعمل قنوات عشان توصل المية للمناطق العالية ما كانتش مصرفة فيها. دي أول حاجة، أول مدخل
انت قبل كده كنت بتعمل قنوات عشان تصرف الميه، دلوقتي بتعمل قنوات علشان توصل الميه. الحاجة التانية ان هو دخلوا، وده برضو ازاي فضل الجيولوجيا. الجيولوجيا انك تفهم الحاجات التانية اللي بتحصل في المجتمع. وطبعا زي ما قلنا اهم حاجة في مصر كانت فكرة المساواة والماعت والعدالة والحاجات دي كلها. فنتيجة للظروف اللي حصلت، والناس بقى بتتخانق، والناس عايشة مش عايشة كويس. وإذا كان الملك هو كان مسؤول عن سريان النيل وإن الخير يجي وخلاص، وده ما حصلش، يبقى الناس بدأت ما تؤمنش بالصورة اللي كانت بتؤمن بيها. فهم غيروا من العقيدة الدينية، وده أهم تغيير حصل في تاريخ مصر في وجهة نظري من ناحية العقائد، إن الحاكم مبعوث من ربنا علشان يساعد الضعيف والفقير والأرملة واليتيم. يا يا خد بالك، سمو المفهوم ده فالجيش ده من فراغ، ده جاء من انك انت عندك مشاكل، والمجتمع لن يستقيم الا اذا الحاكم اخذ باله من الفقراء. وبالتالي ده اللي بنلاقيه في كل الديانات السماويه بعد كده، ولا ايه؟ بالظبط. كل هذه الفكره، عشان كده بقول ده اهم تغيير، مش راع وامون وبتاع وهكذا. في افكار جوهريه وراها، زي فكره جيزيس. هي دي الفكره برضه اللي استمرت في اليونان والعالم الهندي كله، وانتشرت واصبحت بعد كده رمز من رموز المسيحيه، كان اساسها مصر اللي هي التثليث والمسيح. فهنا بنربط ازاي بقى، زي ما انت قلت، بين الجيولوجيا وبين التاريخ وبين الحضاره. يعني نقدر نفهم، يعني لو كل دول نجرى لوحده ما كناش هنفهم نوصل لهذا الفهم عظيم. العلاقه الديناميكيه بين عناصر المجتمع المختلف. الحوار مع حضرتك لو قعدنا الحقيقة محتاج حلقات وحلقات، إنما أنا هستغل طبعا وجود حضرتك معانا، وفي نهاية اللقاء عايز رؤية دكتور فكري حسن للأجيال، خاصة الأجيال الحديثة، ورسالة ليهم إحنا إزاي نقدر نحافظ إحنا مع بعض على التراث، خاصة إنه هو واجب إنه يبقى فيه دور مجتمعي في الحفاظ على التراث. درسنا كتير وتعلمنا، ودي برضو من الحاجات الحديثة، إنه إدارة التراث وإدارة الآثار جزء أصيل فيها قائم على الاهتمام بالمجتمع. بدون ذلك مش هنقدر نوصل لسيستم كامل متكامل لإدارة التراث بمفهوم. فأنا عايز بقى رسالة من حضرتك نختم بيها اللقاء. لا بص، أنا شايف إن كان في تقصير كبير جدا جدا من علماء الآثار والمسؤولين. طبعا ما كانش في كلمة تراث، فكان هو آثار وهم كانوا بيعملوها. وللأسف كان الآثار مربوطة بفكرة السياح اللي بيجوا، أو المتاحف اللي الناس بتيجي تتفرج عليها الآثار. عشان كده بنتكلم المتحف الكبير، نرجع له، إن هو له دور مختلف خالص عن المتاحف الأولانية اللي هي مش معمولة بس للسياح إن هم يجوا ونزود الدخل، وده طبعا مطلوب، ولكن إزاي نوظف هذا الدخل بالتوعية. دلوقتي أي شاب أو بنت أو طفل بيواجه مشاكل كبيرة جدا في هو مين ورايح فين والدنيا شكلها ايه. بالظبط. لأن دلوقتي هتفتح التليفون الموبايل هيجي لك كل حاجة كويسة وكل حاجة وحشة. وطبعا هنا بقى جزء من مهمة أولياء الأمور في المدارس وفي البيوت، إن هو واعيين للأمواج اللي بيتعرض لها الطفل. ومش سهل جدا إن هو يضحك عليه، يستقطب ويستقطب لأي غرض، وممكن طبعا يستقطب لأغراض كويسة. وبالحاجات الكويسة اللي هي بتثبت الواحد يبقى عارف هو مين ورايح فين. انك انت لو مش عارف انت مين وجاي منين، مش هتعرف انت تتحكم في انت رايح فين، لان هم هيروحوك. يعني هتتاخد كده وتبقى حاجة ثانية خالص. فلو انت عارف، زي ما اتكلمنا مثلا عن المناخ ان ده له تأثير، طب ازاي انا بقى هتحكم في التأثير المناخ عليا، بحيث ان انا ما استناش ان حد من بره يقول لي كذا، طب ما انا عندي التاريخ بتاعي بيقول لي كذا. وبالتالي نقدر نعرف ازاي نواجه المشاكل. طبعا كان في مشاكل برضو
بين رجال الدين وبين الحكومات، فنعرف ده حصل ازاي وازاي تغلبوا عليه، فنتمسك بهويتنا الحضارية الإنسانية اللي هي هتخلينا نحافظ على الآثار. لا، الآثار بالشواهد. انت عندك شاهد إثبات. فشاهد الإثبات ده اللي هو حاجة زي انت بتروح بتزور بلد كسياح فبترجع بسوفونير، تذكار. انت محتاج تذكار. عشان كده انا بتكلم حتى الاثار. انا لما كتبت مقاله سميتها ميمورابيليا، اللي هي ان الاثار في النهايه نوع من التذكار. زي انت عندك تذكار شخصي، فانت عندك تذكار قومي وعندك تذكار انساني. وبالتالي لما انا بحط قدامي اي علامه من علامات، يعني جايز تبقى لو انا عملت نسخه لنارون مثلا، عملت نسخة لسمكة من أسماك مصر القديمة، أو عملت حتى أي قلم أو مسطرة، يعني الحاجة اللي أنا عايزها تتعمل في كل المدارس، مسطرة مصرية قديمة صغيرة جدا، بلاستيك أو خشب حادة، واستحسن طبعا خشب، وهيبقى عليها الأرقام القديمة المصرية وعليها كلمتين بالإنجليزي، ولا تكلفنا حاجة بسيطة جدا. وتبعتها. يعني أنا نفسي إن إحنا نعمل باكج، ودي يمكن بقى المتحف يعملها، نعمل زي كيت للأطفال في المدارس، وممكن الناس تشتريها بسهولة، ورق البردي وحاجة ومعها الخرزتين ولا أي حاجة من دي. فده هيربطك، لأن ما يبقاش كله كلام. أنا في النهاية يعني السوشيال ميديا مهمة جدا وهي طريقة توصل المعلومات، لكن ازاي ننقل بقى من السوشيال ميديا للأكشن؟ تجربة عملية. دايما بقول ان انا عندي، ما الحضارة بتتكون من ايه؟ بتتكون من فكرة، بتتكون من فعل، بتتكون من منتج. لو الثلاثة دول مش مربوطين مع بعض يبقى انت ما عملتش حاجة. فانا الفكرة بتاعتي اللي احنا بنوصلها دلوقتي بالسوشيال ميديا المفروض تتحول لاكشن. الاكشن ده لازم يتحول الى منتج تبقى في ايدي، بحيث ان انا افتكر المحادثه بتاعتنا دي بان انا عندي مثلا صوره لباليرمو ستون، الحجر اللي بتسجل عليه اول فيضانات للنيل. ممكن باليرمو ستون اللي هو عليه سجل الفيضانات يبقى موجود في كل مدرسه نسخه منه، وبالتالي هيفهمنا العلاقه بين النيل وبين الحضاره المصريه. عظيم جدا يا دكتور. الحقيقة كل المعلومات دي بالنسبة لي أنا كان معظمها جديد، وأنا هو بزعم إن أنا متخصص، فأتمنى إن إحنا نكون سهلنا ده لغير المتخصصين. بشكر حضرتك جدا يا دكتور على سعة صدرك وعلى قبولك الدعوة، ونلقاك إن شاء الله في لقاءات أخرى. إن شاء الله. شفنا